ويل لمن كفر بالإله ولم يتب مع رسول الله محمد صلى عليه بسلام بآله وصحبه الله السلام. إن الذين كفروا وماتوا ولم يتوبوا فلهم غمات كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون أنه قد جلى ألم يروا معا للأرض وسماء عمي وبكم وشقاهم مرسما نبههم بالأرض والسماء وبالهواء والفلك فوق الماء أليس من خلقها بقادر على انتقام من ظلوم قادر لا يركعون إذ لهم قيل اركعوا مستهزئين بالذين ركعوا لا يعبدون الله جل أبدا بل يعبدون المال حيث أما بدا هممهم قد صرفت للخمر والبيض والبنيان طول العمر لبثت فيهم مدة مجاهدا مصليا على النبي معاهدا يشهد للشهيد بالتبرؤ منهم وبالتوبة من تجرؤ طيب نفسي ورجوت منه فتوح غيب ورضيت عنه له خطابي يوم مولد الرسول صلى عليه وحباني بسول علي يوم السبت والإثنين لوجه رب الخالق الكونين كفي عما تبت منه والمبيع نفسي به كما كتبت في الربيع من علي الله عام سيسشي بما رجوت منه عام جيسشي علي لله الكريم الأكرم عدم نقض حملي المنبرم له علي الشكر من شهر الربيع إلى الجنان واشترى مني المبيع أجابني بما يكون عجبا وآية للصالحين النجبا أرجو من الأكرم في الربيع من بعد ما مني اشترى مبيعي لقيانة الماحي كما رضيت به وعنه وبه غنيت غبت به فيك إليك منك عبدا خديما ورضيت عنك يا رب صل تسلم سرمدا على وسيلتي إليك أحمدا بآله وصحبه وكوني لي مناي والقلوب ليني وجه لي التسخير والقبول ولتهدني ما اخترت لي سبيلا لي هب فوق المراد يا كريم يا مغنيا إغناءه منه أروم إياك أعبد وأستعين فإنك الإله والمعين كف بكونك الحفيظ عني واقبل بكونك الكريم مني ناجيتك اللهم في ذي القعدة وقبله مرتجيا وبعده نبذت فيه ونبذت قبله وبعده فاشكر إلهي كله اجعل عقائدي وقولي والعمل وخلقي حقا وكمل الأمل لي أصلح الأقوال والعقائد وعندك اجعل كلها فوائدا لي أصلح الأفعال والأخلاق وهب لي الإعتاق والإطلاق هب لي في الله وفي الرسول فوق مرادي ولتسق لي سولي يا الله يا كريم يا عليم يا من له التكريم والتعليم جلي من التكريم والعلم بما به أفارق الأذى معمما تفضلا علي باتباعي وليسخر كل ذي إبائي بارك لي اللهم في كتابي ونجني به من العتاب يسر جميع ما رجوته بكن ولي به هب لي ما لم يكن يسر جميع ما رجوته بكن ولي به هب لي ما لي لم يكن ملكتني يا رب في ذي الحجة ما قد كفاني آية وحجة نبذت في السبت لوجهك الكريم ومنك عودي له لست أروم رمت من الله بحرمة النبي كوني ذا تقى وذا تجنب سخلي يا أكرم ما ينسني جملة ما فارقت للتحسين لوجهك الكريم فارقت الجميع فليبدل الجميع يا سميع هب لي بالعشر وأيام منها وبالربيع اليوم ما فاق المنى من علي إنك المنان وبالتفن إنك الحنان ناجيت بالآيات فاجعل كل ما أخذته منها إليك سلما
يا رب حققت الرجاء اليوم ولا توجه إلي لوما شكي أزلت فسد الإنارة واشهد بتوبتي من الإشارة أليس ربنا بكاف عبده بلى ومنه قد ينال قصده آليت بالله العظيم الأعظم ذا توبة من ومئي المعظم فزت بما لله خالق البشر به وأرتجي تلازم البشر آواني المغني إليك بكرم وحبل عهدي لوجهه برم أسأله الوفاء والغناء به وأن يكفني العناء متى توجه إلي الضر صرفه عني ونعم البر ناجيته وسرت ذا إيماني به ولي يجود بالأمان وثقت بالحي الذي ليس يموت القادر المدبر المحيي المميت الحمد لله الذي لا يفنى نسأله العصمة مما خفنا بالله ذي القدم والبقاء أعوذ من كفر ومن شقاء أعوذ بالله من الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني له خطابي طالبا منه الخيور في سفري وحضري وفي الديور هب لي يا معيد عودا أحمدا في غير ما تركته بأحمدا وسيلتي وصل بالتسليم عليه في الآل وزد تعليمي ربي بجاه المصطفى عليه صل بكل من نمي إليه سخلي في مولد ذي الأكرم سخلي في مولد ذي الإكرام خير المنى والسؤل والمرام هب لي فيه ما يفوق ظني وظن غيري يا عظيم المن وثقت فيه بالكريم المغني مع النبي وبه أستغني اجعل رجائي سرمدا محققا يا من شكرته بنسم رققا ناجيتك اللهم بالنظام يا خير من يجود بالعظام تبت وبعت وفرغت منهما فالتقني الظاهر والمنبهما وجه لي البدل في السر وفي جهري يا أكرم بالهادي الوفي ملكني النفس ولا تسلطا علي واكفني الهوى والغلطا نجي ولا تبتلني يا ربي يا خير من ينجي ومن يربي وقيتني الذي اغتراني من بلاء يا خير من خلص من قد قبلا أنت الحفيظ والكريم والشكور فاقبل مكاتبي بأحسن شكور وقيتني مكر الذين كفروا ومكر من قد جحدوا ونفروا توكلي عليك لا يزال يا من نفيتهم وعني زالوا تفضلا علي بالتسخير سرا وجهرا كالعباد الخير تفضلا علي بالتقليب يا من لديه سرمدا مطلوب قلب لي الأعيان والقلوب وسخ بكل سرمدا مطلوبا وقيتني يا الله يا حفيظي يا من له معناي كالملفوظ أطل حياتي ربي باحتسابي ولتجعل الذي مضى حسابي فزت بأجر الله رب العالمين مع جزاء المصطفى الهادي الأمين له اكتب الصلاة بالتسليم ربي بآله وزد تعليمي كف بجاهه العظيم عني كل أذى ولتتقبل مني تقبل ولتكن لي سرمدا بما يسرني وعمري أحمدا اجعل مكاتبي تقوم أبدا يا خير معبود بشكر عبدا جارية مقام جملة الخيور عندك في تغربي وفي الديور رد للعدا بها دواما يا قدير يا خير مغن بالإجابة جدير عني يحط كل حق يا غفور يا خير من حط ومن راد الكفور ظلمت نفسي تائبا فليغفري وكل ما علي عني كفري يا الله يا رحمن يا رحيم يا أكرم صليا على من سميا محمدا والآل والصحب العظام وسلما واقبل به هذا النظام وقل رب زدني علما وجهت وجهي جاهلا فقيرا لله عبدا خادما حقيرا قلت مخاطبا له وهو الكريم وكونه لي أبدا منه أروم لك اشتكيت يا عليم جهلي فليهب كوني نور أهلي
ربي بحرمة النبي زدني علما وبالبشر إليك قدني بجاهه صل عليه بسلام وليكن في أبد بلا ملام بحرمة المختار هب لي علما وعملا وأدبا وحلما زدني كل لحظة وطرفا من بحر نورك المفاض غرفا زدني كل لحظة وطرفا من بحر نورك المفاض غرفا دعوت علام الغيوب حراجيا منه تلازم الكشوف ناجيا نبذت ما قد كان عندي مما لديه راجيا زلالا شبما يا رب علمني علوما نافعة عني وعن أهلي شقاء دافعة على النبي صل وسلم يا عليم بآله وليهب خير علوم ليهب من العلوم يا وهاب يا من له الإياب والذهاب ما غاب من عن غير ذوي الكمال ما غاب عن غير ذوي الكمال بالعلم والأدب والأعمال أجب وصل بسلام سرمدا على وسيلتي إليك أحمدا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لله ذي الجلال والإكرام كل من المحرم الحرام أسأله بعد الثناء والحمد وتوبتي من خطأ وعمد أن يمحو الذنوب والعيوب وأن يعلمني الغيوب له توجهي مع الكتاب وسنة المزيلة العتاب أقول عنه راضيا مخاطبا من بعد ما كفاني المعاتبا أقول عنه راضيا مخاطبا من بعد ما كفاني المعاتبا هب لي يا وهاب كوني لك كما تحب سرمدا بفضلك اغفر ذنوبي ولتبدل الجميع خير رضا أنت الحكيم يا سميع لك توجهت وأنت الأكرم ومنك جاءني غريبا كرم لك شكوري بقلامي والمداد كما يدي إليك ذات الامتداد اجعل مكاتبي معا لديك خير رضا ورقني إليك أنت الإله الملك الملوك يا مغنيا تغني عن السلوك لك القلوب ولك الأبدان كما لك النجد والودان لك البحور ولك الأنهار والليل والسعادة والنهار لك البحور ولك الأنهار والليل والسعادة والنهار هب لي كون كل ما مني صدر إلى الجنان خالصا من الكدر وجهت وجهي إليك ذاكرا لك بمرقبي هنا وشاكرا وجهت وجهي إليك ذاكرا لك بمرقمي هنا وشاكرا حط عيوبي ولتكفر عني جميع ما علي يا ذا المن دعوتك اليوم وإني راضي عنك فسق لي سرمدا أغراضي هب لي في أكلي وشربي والمنام وغيرها رضاك يا رب الأنام لك الوجود يا إلهي والقدم مع البقاء وانتفى عنك العدم الأول الآخر أنت يا جليل فمن يثلثك فمغر ذا ذليل الأول الآخر أنت يا جليل فمن يثلثك فمغرور ذليل شكري وذكري لفاطر السماء الظاهر الباطن مغني من سما ربحي ذكر الله ذي الجلال من راض لليوم ذوي الضلال يشكره كلي بالتوحيد إن شاءه جل بلا محيد كبرته بالله أكبر كما قدسته ولي يسوق حكما له تعالى عزة وكبرياء ولي يسخر العدا ذوي الرياء هو العلي والعظيم والبصير الحي والقيوم والمغني النصير له الجلال وهو عدل منتقم وإنني عبد له لا أنتقم هو الذي متى دفعت دفعا وحيث ما طلبت نفعا نفعا
أعناني المغني عن السلوك ولي يرود جملة الملوك له توجهت لدى الأعداء ورادهم لي وأزال دائي ملكني الحروف والألفاظا وبي يهدي بعده حفاظا ملكني الحروف والألفاظا وبي يهدي بعده حفاظا لي يجود بعد بالمعاني ولي يرود كل ما يعاني كف بكونه الحفيظ الأبلياء عني كما سهسه عني قد قيديا وجهت وجهي لدى البحور له وجاد بمحور الحور لي جاد فيها بالجهادين معا ولي ما فاق مرادي جمعا هاجرت منها سالما من العيوب ومن عداي لديوري بالغيوب أشكره وهو الكريم والسلام في وطني طوبى وفي دار السلام لله ذي الجلال والإكرام في شهره المحرم الحرام حمدي وقبله كذاك بعده على مسير قد طوالي بعده مناي لي يسوق ذا أماني إن شاءه وراض لي زماني دعا قلامي ومدادي لشكور ربي فوزي بالمنى نعم الشكور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من سرمدا بملك قد سميا حط عيوبي إنك القدوس يا من له التكبير والتقديس يسر مطالبي في دار السلام وحيثما مكثت إنك السلام يا مؤمنا أطلب منه الأمنا أنت المهيمن فرد للزمنا وجهت وجهي إليك يا عزيز وليجدت بكتابك العزيز يلين لي بكونك الجبار والمتكبر عدوا بارا ملكك يا خالق لا شريك فيه فرد لي من جلا تشريكا ملكك يا خالق لا شريك فيه فرد لي من جلا تشريكا يا من له أمر الورى يا باري كلي ورد لي كل من يباري تبت إليك إنك المصور وعني ينتفى الأذى والخور وجهت لي مغفرة في ظني بكونك الغفار يا ذا المن هب لي يا قهار في ذا اليوم قهر العدا وبشرا بي قومي وثقت بالوهاب والرزاق وجاد بالهبات والأرزاق حبوتني بالفتح يا فتاح يا من له الفتوح والمفتاح يقود للفيوض والعلوم كونك لي وكونك العليم يقود للفيوض والعلوم كونك لي وكونك العليم يقبض عني كونك القابض يا مولاي ما يسوءني زدني ضياء لك توجهت وأنت الرافع ولم تزل عن مؤمن تدافع أنت المعز والمذل والسميع أنت البصير الحكم الكافي الجموع يعزني المعز في الدارين وراض للمذل ذا العارين ملكني السميع والبصير ما قد رمته منه وما لم أرما وجه لي الحكم في الثلاثة بعد فراق العشر والثلاثة تفضل العدل اللطيف والخبير أسأله تفسيره لي في القبور بعت وتبت وذنوبي غفرا ومني اشترى وعني كفرا يسوق للحليم والعظيم خير منى شيعها تعظيم دعوت ربي الغفور والشكور سبحانه نعم العلي والكبير هو الحفيظ والمقيت والحسيب نعم الجليل والكريم والرقيب أسأله وهو المجيب قائلا ولا يخيب الكريم سائلا لي جدت يا واسع يا حكيم يا من له التامين والتحكيم خير لي فيما يجد لي أنت الودود أنت المجيد باعثا أنت الشهيد يا حق يا وكيل يا قوي أنت المتين إنك الولي رم بحرمة الحميد كليا في السر والعلن ولتكن ليا وجه إلي مننا لا أحصي في أبد عددها يا محصي هب لي يا مبدئ مما عندك مواهبا بها أكون عبدك وقيتني العودة لذلك يا معيد
وقيتني العود لذاك يا معيد ولي جعلت اليوم مثل يوم عيد عنك رضيت إنك المحيي المميت وإنك الحي الذي ليس يموت ليستجب يا حي يا قيوم يا خير من يممه مهيوم أوجد لي اليوم المنى يا واجد وليهب مجادة يا ماجد كفيتني يا واحد المثلثين فليردهم واللئام الأخبثين ليسخر الجميع يا خير صمد يا رافع السماء من غير عمد ليسخر البحور والأعداء يا قادرا نفيت عني الداء شكرتك اللهم يا مقتدر ولرضاك سرمدا أبتدر يشكرك الفؤاد ثم القدم وجملة الجسد يا مقدم آويتني بمنن أدخر وردت لي عداي يا مؤخر خذ لي يا أول يا آخر يا من كونه المغني قطعا دنيا درجة الظاهر والباطن يا ظاهر يا باطن ولترفعني يا يرود لي كونك لي يا والي كل السلاطين ومن يوالي رد للجميع ولتسلم بسلام على الذي به تقيني الظلام ربنا الله ربيتني يا خير من يربي وبعدها رقيتني يا ربي بك غنيت أنت ربي سرمدا فلتغنني بك وكل يحمدا بكونك الوهاب والأكرم كن لي بكن في كل ما لي لم يكن ناجيت مدة من السنين مغتربا عند العدا ظنينا العام ردهم لي يا قهار يا من له البحور والأنهار أنت الإله لا إله غيرك ومنك يا مغني أتاني خيرك لك البرية بلا شريك فليسخر كل ذي تشريك فعلة المغتر امحو عيوبي ضمني للغر وليجد بأحسن المقر يا الله يا كريم يا ذا الدهر هب لي فوق ظني في ذا الشهر سق لي فيه ما يديم أجري وسرمدا يزيل عني حجري رجوت فيه منك خير ذخري عبدا خديما لك دون فخر اكتب سلامك لباب اليسر وآله ونجني من عسري قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم قلبي توجه إلى من بكني يكون الشيء الذي لم يكن له توجهت وإني راضي عنه ولي يكون بالمراضي ناجيته اليوم وأرتجي غدا تلازمي توسعة ورغدا أسأله وإنه الفعال له القلوب وله الأفعال يا ربنا يا من له ركوني لقدت قبل بركات كوني اجعل حياتي ربي ذات خير لي وقيتني جميع الضير ناجيتني عصمت كلي فكن قائد سؤلي برضا لي بكني أكرمتني الدنيا بروضك جميع من سكنوها لي قهرا يا سميع أكرمتني الدنيا بروضك جميع من سكنوها لي قهرا يا سميع رحمتني بصرفك القلوب لنصرتي فسق لي المطلوب كون جميع ما رجوت أبدا بلفظ كن يا خير مغن عبدا وجه لي السر الذي فاز الكرام به وكل بما فاق المرام نبذت سرا كان من نياتي لوجهك الكريم بلاياتي يا رب لاستجب كما استجبت لمن لهم بكن فقد وهبت بكونك الأكرم كلي بالكرم في أبد بمن جعلت المحترم رسولك الهادي الأمين أحمدا صل عليه بسلام حمدا دعائي يستجب به واشترما قد بعته اليوم وخلد كرما اشتره بأوبتي وبقضاء حوائجي بكن وطيب للقضاء ووجه إلي اليوم يا مولاي كرامة تدوم والآيات سخلي ما به أكون سرمدا عبد إلهي خديم أحمدا له اكتب الصلاة والسلام بآله والتقني الظلام اكشف دجى قلبي يا قدير يا من له التدبير والتقدير من علي بالسلامة الجسد
والقلب من كل أذى ومن حسد اجعل حياتي جنة للجنة وسرمدا قني الأذى والفتنة علي من بتلازم البشر واشكر بفراقي 13 لي جد بعصمة من الحساب ومن قلاب العمر لاحتسابي اجعل كتابك كنوزي يا عليم وليهب ما فاق ظني من علوم أسألك اليوم بحرمة الخليل صل عليه بسلام يا جليل بحرمة الخليل والخليل يا ربي يكن عليهما مصليا ربي عليهما معا ثم على الرسل والأملاك أرباب العلا أفد صلاتك مع التسليم وليجد بأنفع العلوم هب لي بكل ما لا يزال عجبا للصالحين الكاملين النجبا يسر لي العسير ولترد لي جملة ما صعب يا ذا الفضل مصليا على النبي محمد عني مسلما عليه صمدي وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجهت وجهي إلى الحفيظ بالشكر بالمعنى وبالملفوظ أشكره ملء السماء والأرض والعرش والكرسي نعم مرضي رضيت عنه عدد الخلائق مفارقا ما لم يكن بلائق أشكره بالقلب شكر الشاكرين مرتجيا منه ثواب الصابرين دعوته وراد لي عديا ولي بهم قد جاد بالهاديا دعوته وراض لي عدايا ولي بهم قد جاد بالهدايا وثقت بالله الحكيم الواحد من جاد لي بنصر كل جاحد الله من كل حكيم أحكم سبحانه نعم الحكيم الحكم برئت من حولي ومن قوتي الله ربي والنبي قدوتي هداني الحكيم بالأعداء وبهم أزال عني دائي كف بكونه الحفيظ الأبيض أبديا وفك عني نعم ربي قديدا كف بكونه الحفيظ الأبديا وكف عني نعم ربي قيديا يسر لي في البحر وحدي وحده صعبا ولي أنجز فيه وعده دعوته في البر ثم البحر وراد لي السنة أهل الدهر أجابني فرمت منه شكرا يرضاه لي وأن أديم الذكرى فجاءني الأكرم في عدايا بما به أرجون مع هدايا جاد لي البر بما رمت وما فاق مرامي وهداني الأقوما عليه أثني سرمدا وأشكر وبلساني وفؤادي أذكر له مدادي والفؤاد والقلم وجسدي وكف عني الألم ناجيت خير من رجاه الراجي وخير من مكر باستدراجي أشكره على انصراف من طغوا على عن ضرر لنصرتي وقد بغوا هو محمدا من به جاد الربيع لنا فالحمد لله رب الجن والبشر الحمد والشكر في سر وفي علن لمن رجوت به لقياه بالبشر إني أخاتبه والجود منسكب إلي منه وإني فزت بالزور من نافع واسع يغني بلا سبب أحوي المواهب دون الكسب والخطر ربى فؤادي وأوصاني وأوصلني بكونه المغني الوهاب ذا القدر تاتي منا التي قد كنت أطلبه إلي ممن هداني اليوم بالفقر وجهت وجهي له مستغنيا أبدا به ولست لذي فقر بمفتقر محمد نور قلبي أستنير به ورفقتي أهل بدر مدة العمر نجاني الله من أعدائي اللؤما بهم ورمت بهم أرضى لي النصر تعبت منذ زمان حائفا وجلا أشكو إلى الله ذا جهل وذا خور أنبت لله بالمختار منتهلا وأهل بدر زمان السير والحضر بهم رجوت من الهادي جواره دنيا وأخرى كمالي قد قضى وتري محمد ظهرت جهرا سيادته لكل خلق ظهور الشمس والقمر
عليه صلى بتسليم بلا عدد من كونه لي أغناني عن النفر كون المكرم لي أغنى جنابي عن كد الجهاد وكد الكسب والسهر وجهت وجهي بقرآن أرتله إلى الكريم الذي قد جاد بالظفر لا زلت أشكره بالحفظ في خلدي وبالتدبر بالتجويد والنظر أزال كل أذى عني السلام به وبالصلاة بتسليم على البشر تسليم ربي على من لست أذكره إلا وأشكره بالمدح في الزبر طوبى لنا إذ غدا الذكر الحكيم لنا نرضي به الله في ليل وفي سحر غبنا عن الخلق للخلاق نعبده في السر والجهر في أمن وفي ستر وقاني الله بالقرآن كل أذى وبالصلاة على ذي الجود كالمطر أزكى صلاة من الله العلي علا خير الورى من مع سلام طيب عطر أزكى صلاة من الله العلي على خير الورى مع سلام طيب عطري اسمك من الناس وقاني حفيظ قاهر جل مانع جميع الأذى والخير لليوم طائع أجارني القهار من جملة العدا وخانتهم أرماحهم والمدافع له جل كلي وهو ربي وحافظي به ينتفي عني البلاء والوقائع له سرت عبدا والمقفى وسيلتي وأصحابه أسد الأعادي أضارع هو الله يحميني ويحمي جميع ما ليختار في الدارين والله واسع يقيني الأذى فضلا ويعطيني المنى به تنتفي عني الدواء والوقامع يقيني الأذى فضلا ويعطيني المنى به تنتفي عني دواما قواتع عليم حكيم قد حماني بحكمة ويكفي جنابي شر ما هو واقع صلاة وتسليما من الله أبتغي لمن كان بالطاعات عبدا يسارع محمد المنجي دواما خديمه مع الآل والأصحاب نعم المطاوع كريم به أرجو من الله عصمة وعافية الدارين والله نافع من الله رب الناس أرجو سعادة وأن يقبل الأعمال والله رافع نجاتي وإنجائي وحسن استقامة أحاولها بالله والقلب قانع إلى الله بالقرآن والسنة التي هدتني صرفت الكل والقلب خاشع له سرت بالقرآن عبدا خديم من له خدمة شيد شوقا له وهو شافع نبي هدى بحر الندى ضيخم العدا من الجود ينفي الفقر والسيف قاطع حمدي لرب كريم لا شريك له وصدري اليوم نورا ساتعا ملأ